أعلنت محافظة اسكندرية عن خطة لرصف 10 شوارع في العام الحالي، منهم اللي بدأ بالفعل رصفهم ومنهم اللي هيتم رصفهم الفترة اللي جاية. وكتير من تعليقات حضراتكم كانت بتقترح رصف بعض الشوارع، علشان كده حبينا نقول لحضراتكم خطة المحافظة في رصف شوارع اسكندرية للعام الحالي. ممكن يكون فيهم شارع حضرتك أو شارع بتطلب رصفه، علشان كده تابعوا معايا الحلقة دي كويس جدا، وقولوا لي في التعليقات لو في شوارع تانية بتتمنوا انها يتم رصفها في الخطة اللي جاية. ولو حابين تعرفوا كل جديد عن محافظة اسكندرية ما تنسوش تشتركوا معايا في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل جديد. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. أعلنت محافظة اسكندرية على صفحتها الرسمية عن رصف 10 شوارع في خطة العام الحالي، الخطة اللي تم اعتمادها لرصف شوارع تابعة لحي الجمرك. والعشر شوارع دي هي شارع إسماعيل صبري، شارع الشميرلي، حارة الدرملي التابعة للمنشية، وشارع عدلي خيري، وشارع الهماميل بالمنشية، وشارع الجزاير بداية من شارع حمام الورشة لشارع إسكان الغلال، وجزء من شارع جنينة بداية من شارع إسحاق نديم، شارع الآباء اليسوعيين وجزويت، شارع القمر باللبان، وحارة تاج الدين من شارع عبد المنعم، وشارع الدراويش باللبان. وبالفعل تم رصف عدد من الشوارع دي واللي حضراتكم بتشوفوا صورها دلوقتي في الصورة. والشوارع اللي تم البدء بالفعل فيها هي 6 شوارع: شارع اسماعيل صبري، شارع الشمرلي، شارع جنينة، وشارع الآباء اليسوعيين، شارع الدراويش باللبان، وشارع الجزاير. شارع الجزاير بيتم فيه عمل وضع شنايش لتدعيم شبكة الصرف ده إلى جانب رصف الشارع، وباقي الشوارع هيتم استكماله الفترة اللي جاية. طبعا الخطة اللي قلنا لحضراتكم عليها دي تابعة لحي الجمرك، وباقي الأحياء ليهم خطط تانية لرصف ورفع كفاءة شوارع واقعين بنطاقها. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا كل جديد في محافظة اسكندرية، يا ريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل الحلقات والاخبار والمتابعات الجديدة. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود، وشكرا ليكم.